إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل يا ربي وسلم وزد وأنعم عليه وعلى آله وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بمنه وكرمه وفضله على خلقه أن يتجاوز عن سيئاتنا ويغفر زلاتنا ويستجب دعواتنا ويقضي حوائجنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن من الناس من يعتقد، وتأمل في هذا المعتقد، من الناس من يعتقد أن الله جل في علاه قد حل في النبي صلى الله عليه وسلم، وحل في علي رضي الله عنه وارضاه، وفي سلمان. وهذا هو اعتقاد من؟ اعتقاد النصيرية الباطنية، هؤلاء الفسدة يعتقدون أن الله تعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيرا أنه حل في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وفي علي رضي الله عنه، وفي سلمان، فيعتقدونه أنه حل في هؤلاء الثلاثة. ولو تأملت تعلم أن هذا الاعتقاد ما أتى إلا مشابهة لاعتقاد النصارى، بأنهم قالوا أن الله جل في علاه ثالث ثلاثة. تأمل أيضا في اعتقادهم، يعتقدون أن الفرائض في الصلاة مثلا 5 فروض في اليوم والليلة، ولكن يعتقدون أنك إذا ذكرت اسمها أديتها. يعني قلت صلاة الظهر والعصر، خلاص أديت الظهر والعصر، إذا لا يلزمك أن تصليها. أو أنك إذا قلت علي أي أنك صليت الظهر، وإذا قلت الحسين صليت العصر، وإذا قلت الحسن صليت المغرب، وإذا قلت فاطم صليت العشاء. أما الفجر لأنها حرفين ركعتين، لأنهم يحسبون على عدد الركعات عدد الحروف. الفجر لأنها ركعتين يقولون تقول محسن، ويعتقدون أن محسن هذا كان في بطن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أنه كان في بطنها فأتاها عمر فضربها فأسقط ما في بطنها، أو أبي بكر أحد الشيخين، يقولون عمر ويقولون أبي بكر، قل ضربها فأسقط ما في، فنزل سقطا، فلذلك يكون منه حرفين فقط. وهذا الاعتقاد الفاسد عند النصيرية. هم يدينون الله جل في علاه بالعداء التام لأهل السنة. العدو الأول عندهم هو أهل السنة. وهم النصيرية اللي الآن موجودين في سوريا ينقسمون إلى قسمين. أما القسم الأول فهو على الملة التي ذكرناها والديانة التي ذكرنا اعتقادها، والقسم الثاني هم من أصبح لعبة لإيران، للإثنى عشرية الصفوية الموجودة في إيران، لعبت فيهم فأصبحوا يدينون بدينها. للمعلومية يا أحبتي، الإثنى عشرية الصفوية يكفرون النصيرية، يرون أنهم كفار، ومع هذا يقاتلون معهم بكل ما يستطيعون، لأنهم يجتمعون عند أمر واحد، أن العدو الأساسي عندهم من هو أهل السنة. ليس العداء عندهم لا لليهود ولا للنصارى. وكذبوا ورب الكعبة من كثرة الشعارات التي أطلقوها وكلامهم المزعوم في كل مكان على أن عداءهم لإسرائيل ولليهود وللصليب ولأمريكا ولكذا، هم كذبة. والذي يتأمل في تاريخهم يجد أنه مليء بالخيانة لأهل الإسلام لأهل السنة، ومليء بالإعانة لليهود والنصارى. ذكر ابن كثير رحمه الله أن في عام 717 الهجرة خرج رجلا من
من هؤلاء النصيرية وادعى أنه المهدي، فخرج فقتل في قرى المسلمين، واجتمع هو وأنصاره من النصيرية وبدأوا يمرون على القرى في بلاد الشام، فقتلوا منهم جمعا كثيرا، ثم هدموا المساجد وجعلوها خمارات. هذا في تاريخ من؟ تاريخ ابن كثير. لندع ابن كثير على جنب شوي. تأمل في الحروب الصليبية. الحروب الصليبية أول ما أراد أن يدخل الصليبيون كان مدخلهم عن طريق أنطاكيا، ولم يستطيعوا، جلسوا أشهر يحاصرونها ولم يستطيعوا أن يخترقوا حصونها، إلا عندما فتح لهم أحد قادة النصيرية الباب عندما كان في أحد الحصون، فدخلوا وبدأوا يقتلون في المسلمين، ثم دخلوا بلاد الشام، ثم دخلوا أيضا القدس عن طريق العبيديين، يعني يتقلبون بين الرافضة فرقة، ولا تأتي لهذه الأمة الهزيمة إلا من هؤلاء، لا تأتي إلا من هؤلاء الذين يدعون الإسلام، أو من المنافقين الذين يندسون بين أظهرنا فيفتحون الأبواب لأهل الكفر. كذلك أيضا ذكر أن تيمور لنج هذا القائد التتاري أنه كان نصيريا، فلما دخل بلاد الشام وأقبل عليها استقبله كبار النصيرية ووعدوه وبشروه بالنصر، وأنه أقبل، وبشروه بقتل أهل السنة، فدخل فقتل من أهل السنة حتى أنه كان يضع الجماجم كالتلال من كثرة القتل في أهل السنة. فلا تستعجب مما تراه الآن من بعض جرائمهم، وما هذا إلا قليل فيما تخفي صدورهم من حقد وكره لأهل السنة. فهل يعقل أن يقتل طفل رضيع تجز رأسه؟ لا يفعلها والله بشر، بل إنك لو دخلت أحد الحيوانات المفترسة على أطفال لن يفعل مثل ما فعل هؤلاء، فيقتلون بقلوب باردة ويذبحون. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا تأملت هذا العداء الذي الآن بدأ يخرج منه شيء ويظهر على السطح، هذا الجانب يجعلنا نقف وقفات. أما الوقفة الأولى فهي وقفة مناصرة لإخواننا في بلاد الشام، لإخواننا في سوريا، 1 و4 أشهر أو زيادة ودماؤهم تسفك والأمة في سبات، لا يكاد إلا صوت هنا وكلمة هناك للدفاع عنهم. نحتاج أن نشحذ هممنا ونكون معهم قلبا وروحا. يا أحبتي، والله الذي لا إله إلا هو قد تخرج منك دعوة في جوف الليل تفتح لها أبواب السماء فيقضى على هؤلاء الأوباش بسبب هذه دعوة. وهل تنصرون إلا بضعافكم؟ لعلها دعوة من امرأة صادقة في بيتها في خدرها ترفع أكفها للسماء فيستجاب لها. فلا تبخل على إخوانك بدعوة ومناصرة وما تستطيع. كذلك أيضا لا تبخلوا عليهم بالدعم النفسي والمادي، كل أنواع الدعم الذي تستطيع عليه قدمه ولا تبخل. واعلم أنك إن تركتهم وتخليت عنهم تخلى الله عنك. والله إذا تخلى الله عنا سوف يأتينا ما أتاهم، ولا يبالي تعالى وتقدس في أي واد نهلك. فاحذر وانتبه وتذكر.
فاحذر وانتبه وتذكر. أقرأ قبل أيام ولعلها عارضة ولكن الشيء بالشيء يذكر. أحد قادة أفغانستان يذكر قال استنجد بنا في حرب الروس من بجانبنا بعض الدول المجاورة لهم ككازاخستان وغيرها، يقول فلم ننصرهم فأتانا الروس إلى حدنا، فالله الله بنصرة إخواننا بكل ما نستطيع. أيضا لابد أن نغرس مع هذا الظلام الحالك، لابد أن نغرس التفاؤل في قلوبنا. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن النصر آتي، وأنني كأنني الآن أرى هذا الخبيث المخبث بشار كأنني أراه قد زال ملكه وقد هلك كالذي قبله. ما هي إلا لحظات سابقة كنا نتأمل هل يزول ذلك القذافي أم لا، ثم مات تلك الميتة التي تعلمونها كلكم الشنيعة. وهذا والله الذي لا إله إلا هو أن الله جل في علاه لن يترك تعالى وتقدس، ولن يدع هؤلاء الظلمة أبدا، سوف ينتقم منهم وهو مالك الملك الذي أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. والله يا أحبتنا نعلم أن النصر آت لا محالة، لا محالة، رضي من رضي وزعل من زعل، لا محالة والله لا يبلغ هذا الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا يبلغ بعز عزيز أو بذل ذليل. كذلك أيضا الآن لابد أن نغرس في قلوبنا البشائر بالنصر، فكثير ما هي الأخبار التي تبشر والله تبشر. فكم الآن من الجيش الحر يستولي على أماكن كثيرة في سوريا، وبدأ الجيش النظامي جيش بشار هؤلاء الخونة بدأوا ينسحبون ويتقلصون ويتفلتون ويهربون، والأيام القليلة القادمة حبلة. وما هذه المجزرة التي مرت عند الله بشيء يسير، ولكن ليبتليكم تعالى وتقدس. الله جل في علاه يبتلي ليميز الخبيث من الطيب، فانظر إلى حالك. والله يا أحبتي لو كنا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى نهاية الحديث، لو كنا كذلك مع إخواننا في سوريا والله الذي لا إله إلا هو ما يأتيك النوم في جوف الليل من الحرقة لما ترى. تخيل أن هذا الذي جزت رأسه هو ابنك الصغير الذي لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى وتقدس. تخيل أن المرأة التي اغتصبت هي أمك أو أختك أو زوجتك. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعلم يا أحبتي أن النصر آتي، والله جل في علاه ما جعل هذا الأمر إلا لحكمة هو عالمها تعالى وتقدس، ولكن علينا دور لابد أن نقدمه ونؤديه. فلينظر كل واحد منا ما الذي قدم. اسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بمنه وكرمه وفضله على خلقه أن ينصر إخواننا هناك. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك نصرا لإخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم مكن لهم، اللهم مكن لهم، اللهم مكن لهم، اللهم قوي ضرباتهم واشدد أزرهم وثبت أقدامهم، اللهم كن عونا لهم، اللهم اقذف الرعب في قلب عدوهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم عليك ببشار، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم اجعله يا ذا الجلال والإكرام عبرة لمن خلفه، عبرة لمن لا يعتبر، يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم اللهم أعنا على نصرتهم
اللهم أعنا على نصرتهم، اللهم أعنا على نصرتهم، وتجاوز عن تقصيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تجاوز عن تقصيرنا يا حي يا قيوم. اللهم تجاوز عن تقصيرنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا الله أعلم وأكرم، صلى الله وسلم.